ديكوراته تحسسك انك في بيت فلاحي وهتاكل اكل بيتي على اصوله وبالسمنه البلدي، ولا المشاوي اللي ريحتها تجيبك من على الطريق، والويتنج ليست ما بتخلصش طول اليوم. ايه حكايه مطعم حجوجه وليه الزحمه دي كلها عليه، وايه قصه التمثال اللي موجود في المطعم؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أول ما تدخل برجلك اليمين مطعم حجوجة هتلاقي تمثال لست لفة طرحة ولابسة عباية فلاحي سودا وملامحها بسيطة وشبه ستي وستك، والكل بيسأل إيه حكاية الست دي؟ الست دي هي رمز لست اسمها حجوجة في أسوان، وبتعمل أحلى فطير وأحلى أكل فلاحي في أسوان، فالمطعم أخدها رمز ليه لأن ده هدف المكان. مطعم حجوجة من أشهر الأماكن اللي عليها إقبال سواء للأكل الفلاحي أو المشاوي والطواجن والملوخية وغيرها من الأكلات اللي الناس بتيجي ليها مخصوص من أماكن بعيدة ومن محافظات تانية. وأكتر طبق بيطلب منهم هو طبق السجق، واللي بيتقدم بأشكال متنوعة زي طاجن أو ورقة سجق أو سجق محمر بالزبدة الفلاحي، واللي بيوصل سعرها ل 185 جنيه وكمان 200 جنيه. نيجي بقى للمشويات وجمالها واللي بيجي ليها مخصوص. الكفتة واللي الربع كيلو فيها بيوصل ل 170 جنيه، وربع الطرب بيوصل ل 200 جنيه، والستيك المشوي الربع منه ب 240 جنيه، وربع الكبدة الضاني ب 220 جنيه، وكمان بيبيع رز معمر بالقشطة ب 120 جنيه، ده غير الموزة المشوية والموزة المندي. ومش ناسي كمان الأطفال، وعامل ليهم وجبات مخصوصة كاتبها في المنيو، وكاتب رز وملوخية وكوكو ب 180 جنيه، وبطاطس وكوكو ب 160 جنيه. ده غير بقى لو انتوا شلة وعايزين تشيروا في صينية، واللي عبارة عن صينية حجوجة وصينية حبايب الحاجة، ودول في رينج 1300 جنيه، وعبارة عن سجق ومشاوي ورز وحاجات كتيرة جدا، ولا الحمام المتشوح في السمنة البلدي. وفي اختراعات كمان بتعملها حجوجة زي طاجن العكاوي وطاجن سجق بالشعرية وطاجن بصلية، وده هتقف عنده وتقول عبارة عن ايه؟ هنقول لك هو لحمة بالبصل وخلطة سحرية عند حجوجة وبس. وانت قاعد عند حجوجة هتلاقي برج حمام وطبلية وقعدة عرب، يعني كل الأجواء هتلاقيها. وأما في رمضان بقى حجوجة ممكن يكون بيدخلوا بدون مبالغة مكسب في رينج المليون جنيه من كتر قوائم الانتظار اللي بتبقى موجودة، لدرجة الشيف محمد صلاح أشهر شيف في الوطن العربي لما راح جربه مع وفد من المشاهير والبلوجرز من دولة السعودية قال إن المطعم بيستوعب 1100 زبون خلال ساعة. أنت متخيل الرقم؟ ده غير اللي بيبقوا مستنيين بره قدام المطعم لحد ما يجي دورهم، ولو جيت تتصل بيهم في رمضان لازم تحجز قبلها بأسبوع مثلا، يعني قبل ما رمضان يبدأ تكون حجزت اليوم بتاعك. أنت متخيل؟ صاحب مطعم حجوجة اسمه إسلام سلامة، واحد تعب وشقي علشان يوصل للي هو فيه دلوقتي، وكان شيف لحد ما واحدة واحدة عمل المطعم وعمل دعاية جامدة جدا ليه بالديكورات بتاعته. وغير كده كمان يعتبر كل البلوجرز جم المكان ده وعملوا دعاية، وده اللي ساعد بشكل كبير قوي في نجاحه. حجوجة ليه فرعين في القاهرة على طريق السويس عند شيراتون، والتاني في الساحل، واكيد كده عرفنا سبب الزحمة. ودلوقتي شاركنا وقول لنا، جربت اكل مطعم حجوجة قبل كده ولا لا؟